لازم تتوقف وتفكر، ليه آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله؟ من ضمن 6236 آية العظيمة المشرفة المنزلة من الله على رسوله، يشاور سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على آية الكرسي ويقول عليها أعظم آية في كتاب الله. لما تفكر زي ما ربنا أمرك في القرآن، هتلاقي إن من أسرار عظمة آية الكرسي إنها بتتكلم عن ربنا في 3 صفات هم أسرار استقرار علاقتك بالله. ولو تأملت فيها كويس وعرفت ربنا بالصفات دي وترسخه في قلبك، هتعيش وانت مطمن مع الله. آية الكرسي بتتكلم عن الله في العلم بكل شيء وملك كل شيء والقيومية على كل شيء. وأنا هبدأ بما بدأت به الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم يعني القائم برعاية شؤون الخلق حبا وعناية، هو بيحب يرعانا. وقبل ما يذكر القيوم ذكر صفة الحياة، الحي القيوم. وحياة ربنا ليست كحياة الخلق، فهو حي لا يموت، دائم لا ينتهي، باقي لا يزول. هو أولا قيوم بنفسه، مش محتاج يستمد قيوميته ولا حياته من حد، هو مصدر كل حياة سبحانه وتعالى. وهو قيوم قائم على كل أنواع الأرزاق وجميع أنواع الإعانات دون أن ينسى عبدا من عباده. الحي القيوم، اطمن. ووصف القيومية دي بالديمومة، لا تأخذه سنة ولا نوم. ربنا ما بيرتاحش لأنه ما بيتعبش، فأنت نام وارتاح وهو حي قيوم. سيصدر الأمر وانت نايم للشمس عشان تشرق عليك في الصباح، وللمطر يسقي أرضك، وللقلب عشان ينبض ويضخ الدم في عروقك وانت نايم. اطمن، الحي القيوم موجود. ثم انتقل الكلام بعد القيومية على كل شيء لصفة ملك كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض. يعني لا يغيب عن سلطان القيوم مخلوق أو أي شيء، فهو قادر على إعطائك من أي شيء من ملكه، يحميك من أي شيء من ملكه، ويسخر ليك أي شيء في ملكه. فليس لآمالك أيها العبد مع الله منتهى، لأن الله له ما في السماوات وما في الأرض. وربنا الملك الذي له ما في السماوات وما في الأرض، مفيش حواليه حاشية ظالمة ممكن تؤذيك عنده بالوشاية، فيقول لك: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني ما تخافش أبدا على صورتك قدام ربنا إلا من عملك أنت. ثم انتقل بعد ملك كل شيء إلى صفة العلم بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني يعلم كل معلومة عن مستقبلك ومستقبل العالم اللي حواليك، وكل معلومة عن ماضيك وماضي العالم اللي حواليك. وبهذا العلم يقدر ليك أقدارك، بيحط ناس في حياتك ويشيل ناس من حياتك في أوقات معينة، عطايا معينة ومحن معينة، وكل ده بعلمه فيك مش بس برغباتك. وأي شيء أنت محتاجه من علم ربنا الجأ له يعلمك. ليه؟ أصل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فأي معلومة عايز تعرفها قل له: يا رب علمني، لأنه بيطلع معلوماته اللي هي العلم بكل شيء لمن أراد وقتما يريد سبحانه وتعالى. فهو قيوم على كل شيء، ملك كل شيء، ثم عالم بكل شيء. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. رجعنا للملك والقيومية. الكرسي يقال موضع قدم الرحمن، ويقال سلطان وعلم الله، ويقال العرش، فعرش الرحمن وسع السماوات والأرض. وفي الحديث الذي رواه الإمام البيهقي أن السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة دبلة ملقاة في الصحراء، حاجة ما تتشافش من حجم كرسي الرحمن سبحانه وتعالى. احنا حاجة بسيطة في ملك ربنا اللي بيقول لك: أنا قيوم على شؤونك. وتختم الآية بمعنى مرتبط بالقيومية: ولا يؤوده حفظهما. يؤوده يعني يرهقه ويتعبه. ربنا مش بيمل من القيومية ولا الحفظ لك، لا يرهق حفظ الكون ولا قيامه على شؤونك. لو قرأت هذه الآية باستمرار هتطمئن لو ترسخ معانيها جوه قلبك لإله قائم على كل شيء، ملك كل شيء، وسبحانه وتعالى عالم بكل شيء. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: اقرأها قبل نومك، لو قرأتها لا يزال عليك من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قولها بعد الفجر في أذكار الصباح،
قولها قبل المغرب في أذكار المساء، وقولها وانت على فراش النوم. القيوم يحفظك. اللهم عرفنا عليك